لهذا الإنسان أن يكون مع التوحيد، مع إيمان بالله سبحانه وتعالى، مع كل ما هو طيب، سواء كان في أمر أو يحرم عليه الكبائر، أي ما ما استحدثته الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. طبعا الشريعة بالتأكيد مبنية على الفطرة. المذاهب النسوانية كما استخدمتها الدكتورة في ترويج الإلحاد، كان عندنا في مصر قال إن الذين قالوا ليست عقلية نظروا إلى مآلاتها وآثارها، ليس فيها العقل حجة عقلية قاطعة، لكن الأهواء هو قال إنكار شريعته الثابتة بالعلم، ولنا في ذلك نصوص كثيرة في هذا المجال. والدكتور نبهني نعم في هذا المجال، ونقلت فيها نصوص الفقهاء في قضية الإلحاد. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل، وإزالة هذه الحجب. لكن هذا الجهد الذي فيه إزالة الغواشي غيبي، كذلك أنه فطرة نفسية، بدليل في دقته ودقة صنعه من أعلى ما فيه إلى أصغر ما فيه لا يملك، وإنما تطرأ عليها غواشي وتطرأ عليها حجب تغشيها. ربما هذا ما يعد خلقهم، وهذه آية من آيات الله عليهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الآن إلى المداخلة الثالثة في هذا اللقاء. وطبعا بالنسبة لهذا الربط مجرد تجريدية أثر بالفلسفة اليونانية. العقل كان يؤمن الإلحاد هو الأصل والدين طارئ، ويستدلون على أنه إلحاد. يقول سبحانه وتعالى أي سدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. السببية الذي